رقم بالضبط غير صبروا. وقالت لي القصه هي انك وصلت عند اخشون قبل ما يلبس التاج، وفي ديك اللحظه تعصبتي، القوه ديالك تزادت حتى خرجت على السيطره، واضطروا مجلس الصحراء باش يحيدوا لك القوه ديالك حيت ما عرفتيش كيفاش تستخدمها. مرها حبسوك في ديك القبر. وكملتها وقالت لي باش تفهم اكثر انت ماشي بطل. وبلاك ادم ما نكرش وقال لي عمرني قلت على راسي بطل. وقالت لي واخا ما كنتيش بطل دابا عندك الفرصه باش تولي بطل، وانت بطل ما غاديش دير ديك لايك، لا صافي اسمح لي. المهم رد عليها بلي هو موافق يسمع فرقه العداله ويتعاون معاهم، ولكن حذرهم بلي اللي حاولوا يتقاتلوا معاه غادي يصفيها لهم برا هاد المره. في نفس الوقت غادي يوصل امون الدار من بعد ما عطاتو مو التاج يخبيه، ولكن غادي يتفاجئ من بعد ما غادي يلقى اسماعيل باقي عندهم وكان باقي حي، من بعد ما ظنوا باللي مات في الكهف من اللي راب. امون براسو فرح ملي شاف اسماعيل باقي على قيد الحياه، وغادي يذكر بلي التاج عنده. اسماعيل ما غيعرف التاج عند امون، تسيف عليهم بحال ما كيعرف فيهم حتى شي واحد، وجبد عليهم السلاح وهددهم يعطيو التاج. وهنا غادي نعرفوا بلي اسماعيل مع منظمه ايترغانغ. خو ادريانا ضحى براسو وهجم على اسماعيل وطلب من امون يعلق بالتاج.